ليه اديداس في وجهة نظري هي افضل من نايكي؟ ناس بتفضل تقول لي انت ليه على طول بتقول كده؟ انت دايما مع اديداس، كل الريفيوز وكلامك كله عن اديداس بس، وانت ضد نايكي. كلمة كلمة كده، خلينا نهدى شوية. تعالوا نتكلم عن موضوع قالب السوشيال ميديا وقالب مجال السنيكرز. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تعملوا سبسكرايب ولايك شير للفيديو ده لكل حد مهتم بعالم السنيكرز. يلا بينا. اي شركه كبيره طبيعي ان هي بتخاف على اسمها وبتحاول تحافظ على اسمها وسمعتها اطول فتره ممكنه. واكيد انا مش بعد الفتره دي كلها انا اللي هقيم نايكي يعني، اكيد لا. بس احنا الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده متكرر بشكل كبير، يعني مش اول مره تحصل ولا مع اول سنيكر. اكيد واضح لكل الناس ان نايكي عندها مشكله في الجوده، مشكله في الكواليتي كنترول او مراقبه الجوده عندها. وده ملحوظ جدا طبعا في النايكي دانك لو الباندا. كل ريليز بينزل بنلاقي فيه مشكله. يعني لو الموضوع صدفه اكيد هيعدلوه بعد كده، اكيد الريليزز اللي بتنزل بعد كده او على فترات هيحسنوا فيها الجودة. لكن مفيش، تقريبا نايكي قافلة ودانها كده، حاطة قطن في ودانها وما بتسمعش لأي حد. وانا كنت اتكلمت عن الموضوع ده بشكل مفصل عن نايكي دانك لو باندا واحنا بنعمل لها ريفيو، الفيديو من هنا لو حابب تتفرج عليه. بس احنا النهارده مش هنتكلم عن النايكي دانك لو باندا. تعالى بقى نشوف الضحك اللي بجد. من كام يوم كلنا طبعا متابعين ان الاير جوردن 3 الوايت سيمنت او ري ايماجينت بتاع الوايت سيمنت نزل، وبدات الناس تشير الصور بتاعتها. وكل واحد بقى لما بيتوصل له الباكج يشير الصوره على السوشيال ميديا، تويتر، على انستجرام. بس الضحك فين بقى؟ والله العظيم عيب، والله العظيم عيب يا نايكي اللي احنا هنشوفه دوت يطلع منك. والله العظيم ضحك، انا ماسك نفسي بالعافيه. تعالوا نشوف، انا مش هتكلم بقى، تعالوا نخش على الصور على طول. زي ما احنا شايفين البرنت مختلفه، يعني كل بير البرنت بتاعها مختلف عن التاني، واحده اتقل من التانيه. انا مستغرب، انا مش فاهم ازاي. لا وايه ده؟ مش التو اريا بس، لا ده احنا تعالى لي بقى، تعالى لي بص بقيه السنيكر. بص الجزء الاليفنت برنت باقي السنيكر عامل ازاي. ده الف ب صناعه ان انت التو بيرز يطلعوا زي بعض، يعني حاجه مش صعبه، ما فيهاش اي صعوبه. حد بقى محنك كده هيخش يقول لي كان هم كده قعدوا فكروا قالوا ان احنا نعمل ديزاين بتاع الاليفنت برنت في البير اليمين مثلا غير الشمال. ماشي همشي معاك. طب نشوف الصوره دي. يعني انت شايف ان الاليفنت برنت مظبوطه، الاتنين زي بعض، الاتنين تقال، الرسمه تقيله زي بعضيها، صح؟ معنى كده ان ده اللي المفروض يحصل. طب بس حصل مشكله تانية. ركز كده تاني في الصوره. السنيكر ده الجلد فيه مختلف، يعني فرده فيها تمبلد ليذر او الجلد اللي هو بيكون فيه كرمشه بسيطه كده، والفرده التانية اساسا سموث ليذر او اللي هو ليذر ناعم، جلد طبيعي، جلد ناعم قصدي شويه. طب ناخد التقيله، خد التقيله بس ايه، تستحملها؟ هتستحمل؟ يلا بينا. والله العظيم ضحك ببلاش. عارف الضحك اللي بيقول لك ضحك ببلاش؟ ضحك ببلاش. الصوره دي من حد كولكتور. بص البير اللي جاي له عامله ازاي. يعني الاليفان برنت مختلفه، هنا برضو واحده تقيله وواحده خفيفه، شفناها في الصور او شفناها مع ناس قبل كده. ايه اللي عنده جديد هنا بقى؟ الهيل تاب او الجزء اللي ورا اللي هو عند الكعب ده، كل فرده حاجه. انتوا ده ايه ده؟ يعني واحده عليها الجامب مان، واحده عليها النايك اير، ولا هو عشان المقاس صغير يعني تعملوا فيه كده وما تدلوش اي اهتمام؟ طب دلوقتي هو لو حب يعمل لها ريسيل، مين هيصدق ان السنيكر دي اوثنتيك؟ كل الناس عارفه شكل السنيكر المفروض يبقى شكله ايه. حط نفسك مكانه كده. وعلى فكره دي يعتبر 1 اوف 1، يعني الوحيده في العالم. يعني هي دي على فكرة ممكن يخلي سعرها في حتة تانية بسبب الغلطة اللي حصلت في السنيكر. فشوية كوميديا كده ببلاش، حبيت ايه اضحكوا معايا يعني من اللي احنا بنشوفه. فلو حد حابب يشتري جوردنز ممكن تشوف الفيديو دوت، احنا اتكلمنا فيه وعرضنا اكتر من ريليز موجود على الويب سايت، وويب سايت طبعا موثوق فيه يعني وكل حاجة، فما تقلقش منها يعني.